في وسط القاهرة تحديدا كان في موظف اسمه كريم، شغال هناك بقاله 10 سنين، هادي ملتزم وبيحب شغله. المكان نفسه قديم، فيه خطوط أرضية مرمية وسويتشات بايظة وأجهزة مفيش حد بيستخدمها من أيام الأبيض والأسود. وفي يوم 7 يوليو الساعة كانت 2:30 بعد الظهر، حصل انفجار غريب في غرفة التحكم. الكل جري والدخان مالي المكان، بس الغريب إن قبل الانفجار ب10 ثواني اتسجلت مكالمة غريبة على أحد الخطوط القديمة جدا، خط رقم 9999. كريم راجع التسجيلات، لقى صوت ست بتقول بصوت مهزوز: الحقوني، أنا تحت في الدور اللي اتقفل من 20 سنة، اسمي نجلاء، أنا لسه هنا. كريم اتجمد في مكانه. الخط رقم 9999 ده خط اتلغى من سنة 2005 بعد ما حصل حريق كبير في نفس الدور وماتت فيه موظفة اسمها نجلاء. المصيبة إن الصوت اللي على التسجيل مطابق تماما لصوتها اللي كان في أرشيف الشركة. كريم ابتدى يبحث، يدخل أماكن مهجورة، يكلم زمايله القدامى، واكتشف إن نجلاء كانت يومها عاملة مكالمة سرية عن فساد في إدارة السنترال، لكن محدش سمعها أو محدش حب يسمعها. يوم الانفجار كانت الذكرى 20 لوفاتها، والمكالمة رجعت لوحدها.